حياتي من القلم إلى الألم. شربل بعيني. الولادة في 10 من شهر شباط سنة 1951 أطل طفل ذكر إلى الحياة، وكان أبواه سركيس وبترونلا بعيني ينتظران طفلة أنثى لتزين بيتهما، خاصة وقد رزقا من قبل ب3 صبيان هم أنطوان وجورج وجوزيف. سركيس أي والدي كان يدرس الصيحة بقدميه وكأنه يحيك مستقبلا أنثويا طال انتظاره، وهو يردد بصوت مسموع: يا سيدة مجدلية أعطني مريم، وهو الاسم الذي سيطلقه على ابنته لو أطلت. ولكن الداية وكان اسمها أمان الخوري بددت فرحة انتظاره عندما صاحت: إنه ولد. جميع الآباء في العالم تغمرهم فرحة عارمة إذا أنجبوا طفلا، عكس والدي الذي راح ينضب حظه العاطر ويتجه نحو الكنيسة القريبة من بيته ليعاتب السيدة مريم لأنها لم تعطه مريم. إذا قلتم أنني أبالغ، اسمعوا إذن. لقد فعل والدي المستحيل من أجل أن تأتيه مريم، فما أن علم أن والدتي حامل حتى أخذها إلى أحد الأديرة حيث توجد صخرة. يدعون أنه إذا مرت امرأة حامل من قربها وعلق ثوبها تنجب طفلا، وإذا لم يعلق تنجب طفلا. وكم كانت فرحة والدي عظيمة حين علق ثوب أمي، لدرجة جعلته يوزع السكاكر على الأطفال أمام دكان أمه خريستين قبل الولادة بعدة أشهر. الآن عرفتم سبب الصدمة التي تعرض لها بسبب قدومي إلى الحياة، لا بل جعل كل العائلة تتعرض لها، ومن لم يحزن لحزنه قاطعه وابتعد عنه. ومجدلية التي ولدت فيها هي إحدى القرى اللبنانية في قضاء زغردة في محافظة الشمال. تعتبر من حيث المساحة من أكبر قرى لبنان، حيث تمتد أراضيها إلى حدود أقضية عديدة منها طرابلس والضنية والكورة والمنيا. يسكنها الآن أكثر من 30,000 نسمة، وتشتهر ببساتين الزيتون وبأماكن أثرية عديدة. واسم مجدلية ليس حكرا على هذه القرية، بل هناك أيضا مجدلية في محافظة جبل لبنان، ومجدلية في سوريا قضاء إدلب. ورغم الاسم الموحد بين هذه البلدات الثلاث إلا أن لا رابط عائلي بينها، ولا أدري كيف توحد الاسم وما السبب في ذلك. هذه القرية الجميلة التي بدأت أكنى باسمها ابن مجدلية تحتوي على دكان جدتي خريستين التي كانت تجمع بين 3 وزارات هي البريد، الكهرباء والهاتف، ويديرها بتفان والدي سركيس. فمن يريد الاتصال بالهاتف يوم ذاك عليه القدوم إلى الدكان، ومن يريد أن يرسل رسالة أو يستلم طردا بريديا عليه أن يأتي إليها أيضا، إذ لا خدمة هاتفية أو بريدية في مجدلية إلا من خلال دكان خريستين. أما الكهرباء فكان والدي المسؤول عن أخذ عدادات الساعات في بيوت القرية، ومن ثم جباية الأموال وإرسالها إلى شركة قاديشة. وليس هذا فحسب، بل كان يشرف على مستودع الكهرباء، فإذا انقطعت عليه أن يعيدها. وأذكر كم من المرات انقطعت الكهرباء في منتصف الليالي الباردة، وكان أبي يسرع إلى المستودع ليعيدها، ويسرع خلفه أبناؤه الصغار. ورغم انشغاله الدائم لم ينسى ولو للحظة واحدة مسألة البنت، إذ ظل يمني النفس بتحقيق حلمه، ولكن إلى أن له ذلك فلقد أنجبت أمي طفلين على التوالي، ميشيل وميرسيل، فعلم عندئذ أن إرادة الله هي الأقوى.
الآن تغير اسم والدي في القرية، إذ راحوا ينادونه بلقب بي 6 شباب ويلقبون أمي بأم 6 شباب. وبدلا من أن يحزن على خسارة البنت راح يعزم ويتشاوف برجولته، إذ ما من أحد في مجدلية رزق بنصف دزينة شباب على مر التاريخ. وعائلتي البعينية هي هذه ممتدة إلى بلدان كثيرة وعدة طوائف، ولكنها رغم ذلك تنبع في الأصل من مكان واحد، ألا وهو بلدة مزرعة الشوف. بسبب تراكم الأحداث التي حلت بها وبالوطن لبنان، هاجر خطيب البعيني إلى السويداء السورية، ورحل أخوه شعنين البعيني إلى بلدة رشدبين الكورة، وهناك تزوج من فتاة مارونية تبع طائفتها، ليؤسسا معا عائلة مسيحية أنجبت ملكون البعيني الذي انتقل للعيش في بلدة برسا الكورة، ومن نسله جاء جدي الأكبر يوسف إلى بلدة مجدلية صغرته. والسؤال الآن، من أين جاء اسم شعنين في عائلة درزية؟ تقول الرواية أنه ولد يوم عيد الشعنين عند المسيحيين، فما كان من جدنا الأكبر واسمه يوسف أيضا إلا أن أطلق عليه اسم شعنين تيمنا بالعيد. وتقول الرواية أيضا أن أكثر اسم شائع في عائلة البعيني أجمع الدرزية والمسيحية هو اسم يوسف، حبا وتقديرا وتخليدا لاسم هذا الجد الذي أعطى العالم أشرف وأعظم عائلة تخطت الطائفية البغيضة وتركت بصمة ذهبية على صفحة التاريخ. وأذكر وأنا لم أبلغ بعد 6 من عمري أن وفدا من آل بعيني مزرعة الشوف جاء لزيارتنا محملا بالهدايا، وكيف كان جدي يبكي وهو يودعهم ويقول: هؤلاء هم أقربائي، هؤلاء هم أهلي. وانقطعت الزيارات وللأسف وتباعدت المسافات بين العائلة الواحدة بسبب الأحداث الأليمة التي سببتها ثورة 1958.